السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. يوم جديد وفيديو جديد. هنحضر مع بعض النهاردة اساور الجلاش بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة وفي منتهى الجمال، او بلوة الاساور، حاجة كده في منتهى الشياكة. طريقتها سهلة وبسيطة ومش بتاخد معاكي وقت خالص. اساور الجلاش بالمكسرات هنعملها مع بعض بطريقة احترافية. زي ما انت شايفة كده المكسرات مش عليها بتقع وشاربة الشربات، ومورقة وخفيفة وجميلة جدا، ولونها كده موحد. هتعمليها وكل اللي هيدوقها منك مش هيصدق ان انت عاملاها في البيت. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونعملوها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. بس في البداية حابة افكركم لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونحضر الشربات. الشربات الجلاش بيكون تقيل وبارد. بحط كوبايتين من السكر وعليهم كوباية ونص من المية، واقلبها كده واحطها على البوتاجاز. واول ما تغلي انزل عليها بعصرة نص ليمونة. تمام. ورشة بسيطة كده من الفانيليا، ولو عندك عسل جلوكوز تمام. تبقى بقى حطي معلقة. معايا هنا لفة جلاش حوالي نص كيلو. بنبدأ كده نفتحها بالشكل ده كده اهي. وطبعا الجلاش الاساور يا بنات بيكون طازه. ما ينفعش تكون مثلا حطاه قبلها باسبوع ولا بيومين في التلاجة. بتكون جايباه طازه عشان يفرد معاكي وتعمليه رول وما يكسرش معاكي. طبعا بفتح كده اللفه نص الجلاش، لو لقيتي اي حاجه مكسره زي ما انت شفت كده بشيلها. باخد لفه الجلاش بفتحها وبالنص كده وابدا اقسمها. تمام. ابدا اقسمها، احط النص الاولاني على النص التاني كده، وابدا اغطيها بقى بفوطه المطبخ عشان خاطر ما تنشفش مني اثناء التشكيل. تمام. هغطيها بقى بالفوطه كده، وهاخد ورقه ورقه، لان طبعا الجو هوا وممكن تنشف منك وتتكسر معاك. فابدا كده على الرخامه انفضها واحط ورقه ورقه. بس الاول بوضب بقى ايه نص كوبايه من السمنه. سمنه على زبده، سمنه على زيت، اي ماده دهنيه متاحه عندك. انا هنا عامله خليط ما بين الزبده وما بين السمنه. وابدا احضر الصينيه بتاعتي كده، ادهنها دهنه بسيطه من السمنه برضو، وافردها في الارضيه كده بالشكل ده. تمام. يبقى كده حضرنا الجلاش ولفيناه في الفوطه عشان خاطر ما ينشفش مننا. وحضرنا كمان نص كوبايه من السمنه السايحه او الزبده او اي ماده دهنيه زي ما قلت لك. باخد بقى اول ورقه. طبعا ورقه الجلاش الواحده بتعمل لنا 2 من الاساور. وابدا كده اتنيها فردة بسيطة من السمنة، ولكن ما بتبلغيش في السمنة قوي وانتي بتحط عشان ما تكسرش معاكي. وابدا بقى اي عصاية شيش طاووق شيلومو، ان شاء الله قلم رصاص حتى، ونبدا نفرها كده عليها كده. وابدا اتنيها بالشكل ده كده. شايفة هنعمل معاكم كام واحدة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. طبعا السنتي اللي احنا سيبناه ده بيبقى قاعدة بتبقى قاعدة للأساور كده. تمام. هنعمل معاكم كام واحدة، اجيب كمان واحدة اهيت. وابدا فردة بسيطة من السمنة، ما تبلغيش قوي انت بتديني في السمنة كده. هو عامة بدهن دهنة بسيطة عشان تورق معاك. دي عصاية شيش طاووق، ممكن تعملي 2 على بعض وتعمليهم بستريتش. هتبقى ناعمة وتتزحلق معاكي كده بسرعة. او شلومو بتكون ناعمة برضو. بدأت كده افرها وما تضغطيش وانت بتفري علشان خاطر ما تبقاش مكبوسة، تبقى خفيفة ومورقة من جوه. وابدأ افردها كده بالشكل ده. هنعمل معاكم كام واحدة اهي. ورقة واحدة بس بتعمل ورقة الجلاش الواحدة بتعمل 2 من الأساور يا بنات. فردت النص ورقة اهيت، ودهنة بسيطة من السمنة وادهنها كمان مرة. وهجيب بقى عصاية شيش طاووق، ونبدأ نرولها كده. وانتي بتروليها كده ما تضغطيش عشان تبقى مورقة من النص اهي. شايفة؟ بمكن اول واحدة وبعد كده بفرها كده اهي. واسيب السنتي ده بيبقى قاعدة للأساور بتاعة الجلاش. واضغطها على بعضها كده اهي، واسحبها بكل سهولة. وبنجيب الطرفين على بعض بكبسهم كده. والسنتي زي ما قلتلك ده بيبقى قاعدة للأساور. طريقتها جميلة جدا وسهلة وبسيطة. وهنخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي. كل واحدة هنحطها في الصينية وتكون قافلة على التانية. تمام. يعني الجزء اللي انت قفلتيه كده بتحطيه، بتكون قافلة على اختها التانية كده. هوريك ازاي دلوقتي اهي. بفرها اهيت وابدأ اضغطها بالشكل ده كده، بجيبهم على بعض. ولو انت عايزاها تخينة شوية ممكن عصاية الشيش طاووق 2 وتلفيهم بالستريتش، هتكون ناعمة وهتكون يعني تخينة شوية عن كده. يعني بجيب اول الطرف كده وهحطه بقى في ريح اختها كده. يعني كل واحدة بتكون قافلة على التانية. في الوقت ده طبعا الوش من فوق مش مدهون سمنة، هنبدأ بقى ندهنه دهنة بسيطة من السمنة كده.
في الوقت ده لو حابة تدخليها كده وبعد ما تطلعيها من الفرن تحط لها مكسرات تمام، ولكن استبعدي تماما الزبيب وجوز الهند علشان ما يحرقش معاكي. تمام كده يا بنات. لو انت هتحطي المكسرات، انا معايا مكسرات هنا، معايا عين الجمل على سوداني، انا بتبقى مجروش، بتحطيه مجروش، وهتحطه كمان مش متحمص. ليه؟ لان لما ادخله في الفرن هيطلع الزيوت اللي بتبقى في المكسرات، ويبقى طعمها مميز وحلو جدا. ولكن انت لو حطيتيها متحمصه هتحروق منك شويه. ولو حابة كمان تحطي المكسرات بعد ما تطلعي الأساور من الفرن براحتك، ولكن كده بتبقى ايه، بتتحمص معاها وبتبقى طعمها حلو، وبتطلع بقى الزيوت اللي فيها. طبعا قعدت في الفرن قد ايه؟ قعدت على نار هادية حوالي نص ساعة، بتكون لونها موحد. وطبعا الشربات معانا تقيل وبارد اهو، هنبدأ بقى نسقيها الشربات. في الوقت ده وانتي بتسقيها الشربات كده المكسرات هتثبت اكتر مع الجلاش. تمام. وبالنسبة للتسوية يا بنات، النار هادية وبتقعد بالظبط نص ساعة، من وقت للتاني بتدير الصينية عشان تطلع لونها موحد، والسمنة كده بتغلي معاها. ما تعليش عليها النار عشان ما تطلعش معجنة من جوه وتطلع معاكي كده بتندغ. تمام. خلي النار هادية لحد ما تغلي وتستوي، والنار كده بتبقى موحدة. طبعا المكسرات في الوقت ده هتمسك من الشربات اللي احنا حطيناه. طريقتها سهلة وبسيطة وجميلة جدا. ولو حابة تحطي زبيب جوز الهند تحطيه بعد التسوية، استبعديه تماما أثناء ما انت بتسوي الأساور. شايفة الواحدة بوحدتها ازاي وطالعة جميلة، واللون موحد والأرضية مستوية ولونها جميلة من فوق من تحت. وبقلبها اهي المكسرات زي ما هي ما بتقعش. تعالي بقى نحطها في طبق الجميل التقديم ده. وعاملة كمية حلوة وبتفرد معانا كتير. نص كيلو جلاش عامل لنا كمية حلوة جدا. شايفة ما شاء الله وجميلة والتسوية مظبوطة. وهتعمليها بكل احترافية بجد. لو اللي دقها عندك هيقول ده انت شاريها من بره. لونها حلو جدا، وشايفة من جوه مورقة ازاي. يعملوها يا بنات بالطريقة دي. وبكده يكون النهاردة الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. ولأول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس وتعملي كمان اشتركي باللون الأحمر علشان لما انزل أي فيديو جديد يجيلك إشعار بيه. هترككم في رعاية الله. سلام عليكم.